السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في المحاضرة الثالثة من المحاضرة التأسيسية لتعلم البرمجة، مسار الهندسة وعلوم الحاسب. لو ما شفتش المحاضرة الأولى والثانية كنا بنتكلم ازاي تجيب ال100 درجة، والمحاضرة الثانية قلنا ازاي هي أساسيات الكمبيوتر وازاي تفهم الكمبيوتر بيشتغل ازاي وهو ايه السوفت وير وايه الهاردوير. والنهارده في المحاضرة الثالثة هنشرح توبيك مهم جدا وركز معايا فيه. المحاضرة دي للعام مش للغات، اللغات هتنزل بكرة بإذن الله. طبعا كل المحاضرات والمحاضرة الأولى والثانية والثالثة دي هتنزل على المنصة، وهتلاقي الكويز بتاع المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية موجودين دلوقتي. لازم تمتحنهم عشان ما تقدرش إنك تشوف بقية المحاضرات إلا لما تخلص دول الأول. وكل حاجة موجودة على يوتيوب، المنصة ويوتيوب بشكل مجاني تماما. وعشان كده يلا بينا نبدأ الحلقة الثالثة. الحلقة الثالثة بتاعتنا هي تتكلم عن 3 محاور بس. أول محور هو إحنا ليه بنبرمج. أنت لازم تفهم إحنا ليه بنبرمج وإيه البرمجة عامة. تاني حاجة هو الكمبيوتر إزاي بيفهم التعليمات بتاعتنا، يعني أنت بتقول إيه للكمبيوتر عشان هو يفهمك. تالت حاجة ودي البغاشة بتاعتنا، مجالات بقى البرمجة وكل جوه مجال بيعمل ايه. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن كل المجالات بس كان حاجات بسيطة كده ما تعمقناش وشرحناها بسرعة جدا. المرة دي هنمسك هنمسك مجال ونتكلم فيه. بالمناسبة انا محتاج منك ورقة وقلم عشان في كام سؤال انا عايزك انت تجاوبهم بايدك. حاول خليك معايا تفاعلي كده عشان نقدر ان احنا نخلص الدنيا دي بكل بساطة. تعالى نسأل نفسنا سؤال وعايزك تجاوب معايا، اتكلم معايا. دلوقتي احنا ليه بنبرمج؟ ما عرفتش صح ولا انا؟ طيب بص، اول حاجه انت قبل ما تتعلم حاجه لازم تبقى عارف انت هتوصل فين. وعشان كده بيقول لك هنا قبل ما تتعلم ازاي لازم تعرف ليه. يعني زي بالظبط وانت راح تتعلم سباحه، وانت بتتعلم سباحه ليه؟ عشان تنقذ نفسك وعشان هوايه، فعلى الاقل انت ليك هدف. وعشان كده البرمجه ليها هدف، وهنقول الاهداف بتاعتها كلها. ما هي البرمجه؟ وتعريف مبسط ليها. انا مش عايزك تحفظ، انا عايزك تفهم معايا. اول حاجه البرمجه انك بتودي للكمبيوتر شويه اوامر، والاوامر دي بينفذها زي ما هي بالظبط، ولا بيغير حاجه ولا بينقص حاجه ولا بيزود اي حاجه. انت بتقول له بعد اذنك يفتح الباب هو يفتح الباب، بعد اذنك يقفل الباب هو يقفل الباب. انما مثلا ما قلتلوش افتح الباب فهيفتحه بعد كده يقفله، لا، انت قلت له على حاجه هو هينفذها. مثال بسيط، دلوقتي انتوا 2، واحد بيعرف يطبخ والتاني على الله حكايته. الواحد بيعرف يطبخ ده اديت له المكونات، واحد تاني على الله حكايته. هتيجي منطقي كده تقول لي والله اللي معاه اللي بيعرف يطبخ هو بيطبخ كويس. هقول لك ده كلام منطقي صح. ليه؟ لان هو فاهم وعارف. الفكره نفسها اللي بيطبخ كويس حط مقادير غلط، زود او قلل الاكله مش هتطلع صح. وعشان كده البرمجه لازم تديها اوامر معينه، والاوامر دي هي هتنفذها بنفس الشكل بالظبط. تاني حاجه ودي محتاج انك تركز عليها، ان الكمبيوتر ما بيفهمش. الكمبيوتر حته حديده غبي جدا، ده اغبى حاجه هتقابلها على الاطلاق. هتقول لي الكمبيوتر، هقول لك ايوه، انت لازم تديله النص مكتوب بالظبط، وعشان كده هو هينفذه بالظبط، ولا هيقلل ولا يزود. وعشان كده الكمبيوتر غبي. تمام؟ هنسال نفسنا سؤال، ايه هي اهداف البرمجه الاربعه؟ عندك 4 اهداف. اول هدف ان هي بتنفذ لك العمليات المتكرره. هتقول لي يعني ايه يا باشمهندس؟ والله يا باشمهندس انت عندك سير، السير ده بتاع زجاجات ميه، بيعمل عبوات ميه. حلو. العمليه دي في هنا جهاز، الجهاز ده والله في جهاز بيعمل ميه هنا بينزل ميه، والجهاز التاني او المكان التاني بيقفل الازازه. والسير ده ماشي بالشكل ده، قاعد بيمشي كده. حلو. فالعمليه دي بتتكرر في اليوم الاف المرات. عندك الميه بتنزل في السير وهنا بيقفل الغطا. شكرا. البرمجه مهمه جدا هنا، ان احنا نبرمج هذا الجهاز ان هو والله ينزل ميه ويقفل الغطا. ده اول هدف من اهداف البرمجه. تاني حاجه هي حل المسائل المعقده. الطقس احنا بنعرفه هو بعد 2 3 الدنيا هتشتي ازاي. والله الكمبيوتر عندنا حاجه اسمها سوبر كمبيوتر، والسوبر كمبيوتر هو اللي بيقدر يعمل عمليات ضخمه يعجز عنها الانسان، من ضمنها ان هو يعرف الطقس، وعندك حسابات الفضاء، النجم ده فين ويبعد عننا بقد ايه، والحاجات دي كلها. دي من اهداف البرمجه عامه. انا بتكلم بس سوبر كمبيوتر هو اللي بيعمل الحاجات دي، مش الكمبيوتر بتاعنا. تقدر بقى ان هي تشوف التحاليل الطبيه وبتنجز كل ده في ثواني. تالت حاجه ان احنا بنوفر الجهد. شفت انت الماشين اللي فوق او المكنه اللي فوق اللي احنا قلنا عليها دي، لو انت جبت بني ادمين، البني ادمين دول كل شويه هو بينزلوا ميه ويقفلوا. حلو. الماشين هنا
او المكنه دي هتعمل لك كل حاجه باتقان، وهتعمل وقت سريع جدا، وهتعمل لك 1000 ازازه في اليوم. لو جبت بني ادمين مش هيخلصوا خالص الوقت ده، وممكن يعملوا لك مثلا 200 ازازه او 300 على حسب الوقت. طبعا انا بتكلم في ارقام كبيره اكتر من كده. مثال صغير بيقول لك لو انت في المدرسه بتاعتك وعاوز تدور مثلا على اي اسم، طبعا لو قعدوا يقلبوا في الدفاتر فهم هياخدوا وقت كبير جدا، انما لو على كمبيوتر ففي ثانيه خلاص جابوها. وعشان كده البرمجه بتكون مهمه هنا. عندنا رابع حاجه واهمهم، وعشان كده احنا بنشتغل في المجال ده، هو الاختراعات. تقدر انك تخترع اي شيء. هتقول لي ازاي؟ زي اوبر، امازون، فيسبوك. ما كل دي اختراعات سهلت علينا حياتنا اصلا. اهداف البرمجه بتاعتنا 4. اول هدف ان هي بتنفذ العمليات اللي بتتكرر كل مره. تاني حاجه ان هي بتحل المشاكل المعقده او اللي هي المسائل المعقده. تالت حاجه ان هي بتوفر الجهد والوقت. رابع حاجه انك بتقدر تخترع بها تقنيات تسهل علينا حياتنا. دول هم اهداف البرمجه ال4. يا رب تكون عرفتهم وتكون فهمتهم، عشان انت تقدر ان انت تسرح بخيالك وهتبقى صح. هنيجي على سؤال مهم جدا وللاسف الشديد ناس كتيره جدا بتغلط فيه. ايه الفرق ما بين البرمجه ولغه البرمجه؟ تعالى عندنا هنا البرمجه وهنا لغه البرمجه. البرمجه ايه هي؟ هي حل مشكله. انت بتفكر في المشكله، او انت قابلت مشكله بتفكر فيها، هي دي البرمجه. انت نفذت حاجه؟ لا لسه ما نفذتش. حلو، دي البرمجه. عشان تنفذ بيبقى لازم معاك ادوات، ودي لغه البرمجه. مثال عملي على البرمجه. البرمجه بكل بساطه لو انت عاوز تعرف اعلى درجه موجوده في الفصل، وقتها انت مثلا هتفتح الكمبيوتر وتبدا تفكر انا هشوف اعلى درجه ازاي. هتمشي عينك كده بكل بساطه، وقتها انت هتشوف اعلى درجه في الفصل، لان انت شفت كل الدرجات. ده في التفكير نفسه، ده التفكير المنطقي اللي انت بتفكر فيه. يعني لو انت عاوز مثلا انزل اشتري حاجه، فانت بتفكر الاول انا هنزل اشتري، اعدي على ده وعلى ده وعلى ده. انت بتحل مشكله في دماغك وهتقدر انك تنفذها على طول. دي هي البرمجه، التفكير المنطقي. لغه البرمجه هي الاداه اللي بعمل بها التفكير المنطقي ده. انا عايز اعمل ابلكيشن، عايز اعمل تطبيق، او عايز اعمل ويب سايت شبه المنصه. انا بفكر الاول انا هحط هنا كذا، وفي الناحيه اللي تحت هحط كذا، وفي الجنب هحط كذا. ده التفكير. هل انا نفذت؟ لا. التنفيذ هو اللي بيكون بلغات البرمجه اللي عندنا. شبه عندنا بايثون، جافا، سي بلس بلس، وطبعا في ادوات تانية كتير جدا جدا جدا، بس دول عامه هتدرسهم اصلا في حاسبات ومعلومات وفي هندسه. لو دخلت هندسه عادي ممكن تدرس دي بس. هتقول لي يا باشمهندس انا لازم يكون عندي درايه بعلم كل لغات البرمجه دي؟ الاجابه ولا. بمعنى ان انت والله لو ذاكرت لغه برمجه واحده بس باتقان، هتقدر انك تنفذ اي حاجه بلغات البرمجه دي، وهتلاقي لغات البرمجه بالنسبه لك سهله. مش اي حاجه اللي هو انت مثلا انا عايز اعمل ويب سايت اروح اعمله مثلا ايه بجافا وسي بلس بلس والحاجات دي كلها. لا مش قصدي كده. لا انا قصدي فيه ان لغه البرمجه ثابته. لو انت فهمت لغه برمجه تعرف اي لغه برمجه ثانيه. هتقول لي يا باشمهندس هو بالسهوله دي؟ هقول لك بالسهوله دي لان التفكير هو انت بتفكر تعمل حاجه والله هتعرف تكتبها باي لغه. بس الفرق بين اللغات هي حاجه اسمها سينتاكس. يعني ايه سينتاكس؟ بص يا سيدي، احنا مثلا واحد بيتكلم عربي وواحد بيتكلم انجلش. اسم ايمن ده بالانجلش، ده اسم ايمن بالعربي. الاثنين واحد، الاثنين هم ايمن. حلو، بس طريقه الكتابه مختلفه. وعشان كده لغه البرمجه ممكن لغه برمجه مثلا سي بلس بلس تتكتب بالشكل ده، ولغه تانية تتكتب مثلا هنقول جافا بالشكل ده. فلغه البرمجه بتتغير على حسب الكتابه، انما هو نفس المنطق. ايمن هو ايمن. وعشان كده نلخص الموضوع بكل بساطه وبسهوله. البرمجه هي طريقه التفكير اللي انت تقدر انك توصلها للكمبيوتر. لغه البرمجه هي اللي بتنفذ لك الاوامر بتاعتك. عندك التشبيه، والتشبيه بسيط قوي. قال لك الخطوات، انت عندك وصفه هتقول نقطع، نقلب، خلاص ندخلها في الفرن. بالعربي. بالانجليزي تقدر تقولها برضو بنفس النظام بالظبط. وعشان كده هي لغه البرمجه تقدر انك تعبر عنها بالعربي او بالانجليزي، وهي دي لغه البرمجه. في هنا نقطه صغيره بيقول لك ايه، لذلك من يتقن التفكير البرمجي يقدر ان هو يتعلم اي لغه جديده في خلال ايام او اسابيع. وده حقيقه فعلا. وعشان كده انا بعرف اكتب باي لغه برمجه مهما كانت، عشان انا فاهم الكونسبت بتاع البرمجه، فاهم ازاي ابرمج. وعشان كده انا عندي التفكير المنطقي الاول، وده الاهم. لغه البرمجه على فكره سهله جدا كده. اي مبرمج بيعرف يحل المشاكل وشاطر في البروبلم سولفنج شاطر قوي في اي لغه برمجه، لان مش فارق له ان هو يكتب كود باي شكل من الاشكال. شفتوا المحور اللي فات سهل كله نظري ومفهوم والدنيا زي الفل. طيب هنيجي هنا على سؤال، كيف يفهم الكمبيوتر التعليمات؟ هنيجي يعني هي حاجه سهله وبسيطه. الكمبيوتر ازاي اكلمه؟ هل اكلمه بالعربي ولا اكلمه بالانجلش؟ لو كلمته بالعربي هيفهمني؟ هيقول لك يا عم ما بيفهمك، بيكتب كده الحاجات وموجوده. بس اقول لك ان الكمبيوتر مش بيفهم خالص العربي. يبقى بيفهم انجلش ممكن عشان المصنع او اللي عاملينه ناس اجانب. طب حلو، يبقى هم خلاص هو يفهم لغتهم اكتر عشان هم اللي مصنعينه. والاجابه هي لا. الكمبيوتر ولا بيفهم عربي ولا اسباني ولا الماني ولا اي شيء من الاشياء. وهقول لك دلوقتي هو بيفهم ايه. يعني المفروض هي السلايد اللي بعد دي
فركز في اللي انا هقوله لك بقى، في الحته دي مهمه جدا. زي ما قلت لك ان الكمبيوتر غبي جدا وبينفذ كل حاجه بدقه. قلت له بعد اذنك يمشي يمين شمال، يمشي يمين شمال، بس ما عرفش يرجع. الفكره نفسها ان هو بينفذ بحرفيه شديده وبسرعه شديده، وما بيتعبش ولا بيمل وما بيستنتجش ولا بيخمن. بكل بساطه لو انت قلت لواحد صاحبك انا عايز سندوتش من الثلاجه، والله يروح الثلاجه يفتح الثلاجه يشوف جبنه رومي ويحطه ويظبط لك الدنيا ويجيب لك السندوتش. لو انت رحت قلت للكمبيوتر الشكل ده، هو اصلا اول ما يقف انا واقف قدام الثلاجه هو مش عارف يفتحها اصلا، لان انت ما اديتلوش امر ان هو يفتح الثلاجه. طيب فتح الثلاجه هيفضل واقف، العيش فين؟ بعد كده لو يا عم قلت له هات العيش، العيش في الدرج الثاني، هيفتح يشوف العيش ما يقدرش ان هو يفتحه. انا بديك تشبيه، فكر كده معايا ان الكمبيوتر ده ريبوت وقلت له الكلام ده، ما تجيش تقول لي يا عم ده مربوط بالذكاء الاصطناعي، مالناش دعوه بالحته دي خالص. انا بتكلم ان هو بينفذ الاوامر زي ما هو بالظبط، مش بيفكر، يعني هو مش ذكاء اصطناعي. فاكر لما قلت لك الكمبيوتر بيفهم ايه؟ لو انا قلت له افتح الملف للكمبيوتر، هل هيفتح الملف؟ الاجابه لا. او لو انا كلمته بالانجلش والله برضو ما يفتح الملف، لان الكمبيوتر مش بيفهم عربي ولا انجلش. طيب هو بيفهم ايه؟ هنيجي على اهم حته في المحاضره بتاعتنا، لو انت فهمتها يبقى خلاص انت فهمت المحاضره دي كلها. اول حاجه قلنا ان الكمبيوتر مش بيفهم ولا عربي ولا انجلش. طب بيفهم ايه؟ بيفهم حاجه اسمها لغه الاله. يعني ايه لغه الاله؟ برضو اسمها ماشين لانجوج. يعني ايه ماشين لانجوج؟ هي الصفر والواحد. المعالج اللي بيحلل البيانات وبيراجعها، بيعمل بروسيسنج، فاكره ما بيفهمش الا رقمين، صفر والواحد. وده بيسمى بالنظام الثنائي، بيبقى عامل بالشكل ده كده كده، هنا 2. تمام؟ ايه هو النظام الثنائي؟ هو الباينري سيستم. ممكن تكون اخدت الحاجات دي في سنه اولى لو انت فاكر. مش فاكر هفكرك دلوقتي واقول لك ايه هو بقى الصفر وايه هو الواحد وكل واحد بيعمل ايه، وحساباته والحاجات دي كلها هنتكلم فيها دلوقتي. بس ناخد الجزء البسيط ده ونجيبه هنا ونتكلم فيه حته فيزيائيه شويه. ممكن ما تفهمش دي، السلايد اللي بعدها تفهمها اكتر كمان. قال لك والله يا باشا طول ما التيار الكهربائي موجود يبقى في واحد. تقول له مش فاهم، اقول لك استنى، التيار الكهربائي مش موجود يبقى صفر. احنا محتاجين نخش على السلايد اللي بعدها عشان افهمك، بس انا عايز اشرح لك دي بكل بساطه وبعد كده همسك كل حته بالتفصيل. بمعنى ان والله الكمبيوتر الجميل ده بيفهم الحرف ايه بالشكل ده، 8 ارقام، 0 1 0 1 1 0 لغايه ما يوصل 8. ونفس الكلام حرف البي، ونفس الكلام حرف السي. يعني يا باشمهندس الحرف الواحد بيكون لي دول؟ هقول لك ايوه يا باشمهندس. طب انا عايز اكتب كلمه كامله، يبقى والله هتاخد بالشكل ده كده. ده مثلا لو عايز اكتب حرف الاي كتبته مثلا، وبعد كده البي جنبه، وبعد كده السي جنبه بالشكل ده. ده عشان اقدر ان انا اكتب A B C. ده بجد يا باشمهندس، ده بجد. واحده واحده عشان اشرحها لك. يعني الكمبيوتر بيفهم الايه كانه كده، وبيفهم البي كانها كده، وبيفهم السي كانها كده بالظبط. واحده واحده. تعالى بقى ايه نسيبنا من دي عشان افهمك يعني ايه صفر وواحد اكتر. بقى الموضوع هنخش فيه فيزياء شويه جوه الكمبيوتر نفسه. تقول لي فيزياء؟ هقول لك ايوه فيزياء. ازاي؟ احنا عندنا دائرتين، دائره مفتوحه ودائره مغلقه. الدائره هنا المقفوله موصله للكهرباء والدنيا زي الفل واللمبه منوره. اللمبه منوره في الكمبيوتر او في السي بي يو تبقى بواحد. اللمبه المقفوله او اللي مش منوره في السي بي يو بتبقى بصفر. يعني انت كده عندك اللمبه مفتوحه يبقى واحد، اللمبه مقفوله يبقى صفر، اللمبه مفتوحه يبقى واحد، اللمبه مقفوله يبقى صفر، اللمبه مقفوله يبقى صفر، اللمبه مقفوله يبقى صفر. وكل دول بيتجمعوا، والترانزستور ما بيعرفش الا الكلام ده كله. مع الترانزستور ده عندك السي بي يو. حلو. الترانزستور فيه ملايين او مليارات على حسب اصلا السي بي يو موجودين جنب بعض بالشكل ده كده، وكل واحد فيه صفر يا فيه واحد عشان يقدر ان هو يعمل عمليه باسرع وقت ممكن. الكلام ده كله ما يعديش في حاجه خالص، في ثانيه. ثانيه ايه؟ اقل من الثانيه بكتير جدا. هو ما بيفهمش والله الا ان الكهرباء متوصله. الترانزستور ده بيفهم الكهرباء متوصله، والترانزستور الثاني بيفهم ان الكهرباء مثلا ما توصلتش. واحد بيفهم انها متوصله، واحد بيفهم انها ما توصلتش، او كلهم موصلين او كلهم لا. فهمني انت الحته. فالفكره نفسها في الترانزستور الصغير ده يا بيفهم يا صفر يا واحد بس. ده في السي بي يو. تعالى ندخل جوه بقى ايه السي بي يو شويه. ده السي بي يو اللي انا كنت بشرحه لك من شويه. طبعا هم جنب بعض بس عشان ايه نكبر الشاشه، بس طبعا هم مليارات الترانزستور. الجزء الصغير ده اسمه ترانزستور. حلو. الحاجات الصغيره دي اللي متثبته على اللوحه الام اللي انا قلت لك عليها في المحاضره الثانيه دي اسمها بن. كلهم اسمهم بنز. دول اللي متثبته، دول الرجول اللي متثبته على المذر بورد اللي هي اللوحه الام. تعال نتكلم واحده واحده عن كل حاجه بالتفصيل. عندك والله فاكر قلت لك اللمبه لما تكون مفصوله يعني مفيش كهرباء ليها
مفيش كهرباء ودي فيها كهرباء. السي بي يو فيه مليارات من الترانزستورز، ترانزستور ما فيهوش كهرباء، ترانزستور فيه كهرباء، ترانزستور فيه كهرباء، ده ما فيهوش كهرباء، ده فيه كهرباء، ده فيه، ده ما فيهوش، وهكذا. خلاص احنا فهمنا الحته دي بالظبط. بيقول لك ايه؟ كل مربع من دول الترانزستور عندك مفتاح كهربي صغير، ده يا يشتغل يا لا. المفتاح اللي هو مقفول، مقفول يعني ايه؟ الدايره مقفوله، الكهرباء متوصله. ده الدايره مش متوصله ما فيهوش كهرباء، يبقى ده. زي ما قلنا المعالج اللي في ايدك جواه ايه؟ مليارات الترانزستورز. طبعا انت عايز تشغل صوره او صوت او فيديو او اي حاجه، كله بيبقى بالصفر والواحد. تلاقي الفيديو فيه ملايين الواحد والصفر جنب بعض عشان يقدروا ان هم يشتغلوا. اسم ايمن برضو اصفار ووحيد وكل حرف ب8. مظبوط. احنا فهمنا الحته دي. هنشرح الترانزستور تاني بكل بساطه. بيقول لك الترانزستور هو قلب المعالج، بيكون جوه في المعالج. لو فتحنا عقل الكمبيوتر اللي هو المعالج هتلاقي فيه مليارات من القطع الدقيقه جدا وتسمى الترانزستور. الترانزستور ده هو مفتاح كهربائي، يا يفتح يا يقفل. عندك مليارات المفاتيح هما جنب بعض بشكل متوازي كده. طيب انت عندك في الفيديو او الصوره، تقول لي برضه هي اصفار وحيد يا باشمهندس؟ هقول لك ايوه، اي حاجه في الكمبيوتر، تكست، صوره، فيديو، صوت، اي حاجه بتتقسم لصفر وواحد، وعشان كده الكمبيوتر مش بيفهم على الحته دي. طيب وعشان كده نستوعب الفكره بتاعتنا ان كل التطبيقات على الموبايل بتاعك او الكمبيوتر او اي حاجه او اغنيه هي سلسله طويله من الاصفار والوحيد جنب بعض. انت دلوقتي عرفنا الصفر والواحد، تسال نفسك سؤال: هو انا ليه بقى ما اكتبش صفر وواحد؟ يعني لغه البرمجه احنا عارفين ان هي شويه كلام انجلش احنا بنكتبه. طيب احنا ليه بقى ما نكتبش صفر وواحد؟ اول حاجه قال لك ان هي صعبه القراءه. لو انا جبت لك صفر وواحد جنب بعض كتير جدا جدا جدا، انت هتعرف تقراهم ازاي؟ صعوبه الكتابه. لو قلت لك والله بعد اذنك برضو اكتب لي اسمي واسم العيله وانا في مسار كذا وجبت درجات كذا، انسى، مش هتعرف انك تكتب خالص الباينري سيستم او اللي هو النظام الثنائي اللي هو صفر وواحد جنب بعض. حلو. طبعا في اخطاء كتير والله، عشان ممكن تكتب اسم واحد انت هتغلط غلط كبير جدا. يعني شايف الارقام دي؟ كل ده عشان اقدر ان انا اكتب كلمه هالو وورلد بس، فهتكتب كل ده عشان تقدر انك تكتب الكلمه دي. وعشان كده احنا مش بنستخدم لغه الآلة مباشره، انت مش بتكتب اصلا باينري سيستم، مش بتكتب صفر وواحد. طب احنا بنكتب ايه عشان نوصل كلامنا للكمبيوتر؟ بنكتب لغه برمجه. لغه البرمجه هي انجليش بسيط، انت بتديله اوامر وبعد كده بتتنفذ للصفر والواحد. لو انت عايز تكتب كلمه برنت او اي كلمه موجوده في لغه البرمجه وبعد كده بتترجم لصفر وواحد. طيب احنا عندنا حاجه في اللغه العربيه، ان انت مثلا عندك الكلمه ما ينفعش وانت بتعمل لها النحو بتاعها تقول ان دي مضمومه او مكسوره وهكذا. ليه؟ لان في قواعد اللغه. الكمبيوتر برضو عنده قواعد للغه في لغه البرمجه، بالذات لغه البرمجه عامه. يعني الفكره نفسها ان انت ما ينفعش انك تحط حرف زياده ولا كلمه زياده ولا حاجه غلط او مش مفهومه للكمبيوتر. وعشان كده بيدعى بالموضوع ده حاجه اسمها سينتاكس او سينتاكس ايرور. بمعنى ان انا مثلا ملناش دعوه بالكلام، مش عايزك تفهمه ولا تحفظه ولا اي حاجه خالص، الوقت انا بس بشرح لك. عندنا مثلا ده كود برمجي حلو، بس والله انا كتبته هنا غلط، لان اصلا المفروض الكود البرمجي الصحيح ان انا اعمل له القوسين دول واخرك هنا مثلا سيمي كولون. حلو. طيب انا جيت والله نسيت دي ونسيت اللي هو الاقواس دي، والله الكمبيوتر هيقول لك ان في عندك هنا مشكله وبعد اذنك حلها الاول. تمام. وعشان كده بيقول لك ايه؟ لكل لغه لها قواعد صارمه تماما، مثل النحو بتاع العربي. لما بتخالف القاعده عندنا في البرمجه بيقول لك حاجه اسمها سينتاكس ايرور والبرنامج مش هيشتغل. يعني لو كتبت الكود ده بالشكل ده في البرنامج اللي هتكتب فيه الكود مستقبلا مش هيشتغل، بس لو كتبت ده هيشتغل معاك تمام، عشان ده صح، كتابه صحيحه، انما ده كتابه خاطئه. وعشان كده السينتاكس ما ينفعش مثلا ان انت تيجي هنا واروح والله شايل لي اللي هم دول مثلا، لا، بيبقى في قواعد انت بتكتبها بالظبط. لو كتبتها بالظبط في اي لغه برمجه تمام هتشتغل. طيب في لغات برمجه بتكتبها بشكل وفي لغات تانية بتكتبها بشكل، على حسب لغه البرمجه ذات نفسها عامله القواعد بتاعتها ايه. فاهمني؟ يعني مثلا انت ما ينفعش تيجي في اسمي تكتبه بالعربي تمام، واحد تاني بيقراه انجلش. فهمت انت الفكره؟ فانت عندك هنا حاجه بسيطه جدا، بيقول لك الكمبيوتر لا يسمح نقطه او قوس او حرف كبير او حرف صغير غير صالح. ما هو مش البرمجه ذات نفسها مش عارفاها، الكمبيوتر او البرنامج نفسه هيقف ومش هيشتغل اصلا. هتيجي هنا على سؤال مهم جدا،
دلوقتي انت كبني ادم بتكتب برمجه لغه انجليزيه، وبعد كده بتتحول لصفر وواحد اللي هي لغه الاله اللي هي الماشين. ما عرفتش هي بتتحول ازاي؟ ما هو اكيد في مترجم. هشرحها لك بكل بساطه. انت شخص عربي تتكلم اللغه العربيه بس ما عندكش اي لغه تانية، وعندك والله شخص فرنسي. انت عايز، رحت له السوبر ماركت الجميل بتاعه اللي في فرنسا، قلت له بعد اذنك انا عايز اي شيء، كرواسون. اقول لك كرواسون؟ اتكل على الله يا ابني. ما هو اصلا مش فاهم، هيقول لك نعم، هو حتى مش هيقول لك نعم. ليه؟ فانت محتاج في النص يكون عندك مترجم. هذا المترجم الجميل انت تقول له، المترجم الجميل يروح هو قال للشخص الفرنسي والعكس، فالعمليه رايحه كده. مظبوط؟ هل ينفع اروح له كده؟ ينفع، هتشاور له وربنا يكرم، انما الكمبيوتر مش هيفهم انك بتشاور له. وعشان كده الاتنين مش فاهمين بعض. كده كده لازم المترجم هو اللي ينقل الكلام من هنا لهنا. وفي الكمبيوتر عندنا برضو مترجم، والمترجم ده حاجتين. يعني عندنا هو مترجم متقسم لنوعين. النوع الاول هو عمنا الجميل الكومبايلر. النوع الثاني هو اسمه انتربريتر. بعد انك تحفظ لي الكلمتين دول. اي مترجم عندنا في الكمبيوتر هم نوعين، واحد اسمه انتربريتر والتاني اسمه كومبايلر. مش هنقول عليه مترجم، لان المترجم يعني حد سالك سؤال او في الامتحان المترجم نوع ايه؟ يعني عندنا انتربريتر عندنا كومبايلر. طيب هتقول لي ايه الفرق ما بينهم؟ ما الاثنين مترجمين. يعني واحد مترجم عينه خضرا يعني ولا ايه؟ يا سلام على خفه دمي. انا حاسس ان ما ينفعش اهزر تاني خالص. تعال نتكلم في حاجه صغيره قوي. الاول ده المكان اللي بنكتب مثلا فيه كود. انا طبعا خافلك دول عشان ما تجيش انا هقعد اكتبهم واحفظهم ولا الكلام ده، مش عايز اي حاجه، لان الكود اصلا مش بيتحفظ. فاكر فوق زمان لما قلت لك ان احنا فاهمين برمجه، فانت مش فكره ان انا خلاص انا فهمت برمجه هروح احفظ بقى اكواد. فانت لازم تفهم برمجه، وقتها انت هتعرف تكتب كود من غير ما تحفظ الكود. حلو؟ طيب عندنا ده البرنامج اللي بنكتب فيه لغه البرمجه بتاعتنا. الكمبيوتر او الكومبايلر بيفهم لغه البرمجه ازاي عشان يقدر يترجمها للصفر والواحد. قال لك والله يا باشا انا بترجم من فوق لتحت شمال يمين. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ يعني والله ان انا جيت هنا كتبت اي كلام، حلو، وكتبت هنا اي كلام، وهنا نفس الكلام. قال لك الكومبايلر هبدا من هنا وهروح مخلص من هنا. خلصت السطر ده تمام يا باشا، اللي بعده هروح نازل من هنا، بادئ من هنا ومخلص هنا. مش هاجي كده، او مش هبدا من تحت لفوق. السؤال ده جاي لك في الامتحان. الكومبايلر بيشتغل ازاي يا حبيب قلبي؟ تقول له والله من الشمال لليمين ومن يمين للشمال. يا باشا هو من فوق لتحت شمال يمين. احفظ دي اهو. بس كنت اكتبها تاني اهي. حلو، فهمنا الحته دي. المترجم مش الكومبايلر بس، اي مترجم بيفهم من فوق لتحت شمال يمين. ايه الفرق بقى ما بين الانتربريتر والكومبايلر الجميل؟ تعال نيجي كده نمسك الكومبايلر الجميل. مش عايزك والله تبص عليها، نفسي اشخبط لك عليها. احنا الفتره الجايه هنعمل برزنتيشن بقى عشان ما تبقاش شايف اللي بعد كده، تقعد تتخيل. طبعا تلاقيك بتقراها انا هجري وراك، يا رب ما تفهم حاجه بقى لو قراتها. بص يا سيدي، الكومبايلر الجميل اول حاجه هو بيترجم. انت هنا شويه اكواد، تعال نكتب هنا. انت عندك هنا شويه اكواد، حلو، ونفس الكلام الناحيه الثانيه. دي اكواد انت كتبتها خلاص. حلو، قلنا من فوق لتحت شمال يمين. الكومبايلر بيروح مترجم ازاي؟ بيروح مترجم القطعه دي مره واحده، في الاخر يقول لك يا باشا خد الاوتبوت او الاخراج بتاعك من الاخر، التنفيذ بتاع الكود ده عامل ازاي. حلو، تيجي والله على الانتربريتر يقول لك لا لا يا باشا انا برنس، انا هترجم لك سطر سطر، والله هاجي بالشكل ده امشي كده اخلصه وتمام، يلا ندخل على اللي بعده. خلصنا تمام، يلا ندخل على اللي بعده، وهكذا. يعني عرفنا ان الكومبايلر بيترجم كل حاجه مره واحده، انما والله عمك الانتربريتر بيترجم سطر سطر اهو. تمام. انا حاجه عندك بقى في الكومبايلر الجميل ان هو بيوريك كل الاخطاء قبل ما تبدا، قبل ما البرنامج يشتغل. بمعنى ان انا لو جيت هنا على زرار الرن ضغطت عليه، هو يا باشا بيشوف لك الاول الاخطاء بتاعتك ماشيه ازاي. يقول لك والله انت في هنا مشكله، ناقص سيمي كولوم، وهنا ناقص قوس، اللي هو السنتكس ايرور، اللي هو الاخطاء الاملائيه. انما عندك بقى ايه؟ الانتربريتر الجميل بيجي يقف على اول السطر يقول لك والله مش منفذ، لا يا عم ده في مشكله ومش هينفذ اللي بعده. فاحنا كده عرفنا ايه الفرق ما بين الانتربريتر والكومبايلر. ثالث حاجه ان هو التنفيذ بتاعه اسرع. الانتربريتر التنفيذ بتاعه ابطا، بيبدا السطر من اوله يترجمه ويدخل على اللي بعده. عندنا هنا شويه امثله. عندك هنا لغه السي
سي بلس بلس، الجافا، عندك هنا الانتربريتر بيشتغل مع بي اتش بي، جافا سكريبت، بايثون. كل بساطه عندك هنا تشبيه بسيط، كومبايلر بيترجم الكتاب كله مره واحده، وبعد كده يا باشا تسلم النتيجه، اتفضل الدنيا اشتغلت. انما الانتربريتر هو ماشي معاك بيترجم لك فوري سطر سطر. فاحنا كده فهمنا ايه الفرق ما بين الكومبايلر والانتربريتر. الكومبايلر بكل بساطه هو بيترجم كل الجزء او كل الكود مره واحده، انما الانتربريتر هو سطر سطر. لو انت عرفت دي فانت تمام قوي. الباقي ده كده كده انت هتحتاج انك تعرفه، بس دول اهم كلمتين. الكومبايلر بيفهم الجزء كله، بيترجمه كله مره واحده، بيفهم منك يترجمه يا باشا، خلاص ترجمته لغه الاله. انما الانتربريتر يمشي سطر سطر يترجمه لغه الاله وبعد كده يكمل. طيب ده لو وقف في خطا او لقى خطا، والله بيقول لك يا باشا انا هقف لك على اول السطر ومش هكمل. انما التاني قبل ما البرنامج يشتغل يقول لك يا باشا ايه، انت عندك خطا موجود في الفلاني. وطبعا زي ما قلت لك لغات البرمجه اللي شغاله بده وبده. نيجي بقى هنا على سؤال ونقراه سوا. قال لك هنا رتب المراحل التاليه ترتيبا صحيحا. عندك لغه الاله، كتابة الكود بلغة برمجة، ظهور النتيجة على الشاشة، الترجمة بواسطة مترجم، وتنفيذ المعالج الأوامر. طيب أنا عايزك تحل، توقف كده الفيديو وتبدأ تحل، على الأقل ممكن تبص عليها بنظرك أو تقدر إنك تفكر فيها. لو معاك ورقة وقلم أنا عايزك تكتب دلوقتي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك علل لماذا لا يستطيع المعالج تنفيذ كلمة برنت مباشرة. أنا عايزك تفكر معايا، أنا هحل معاك حرفيا بالكلام مش عايز أكتب، أنا عايزك أنت تفكر. يلا أكمل أدوس، يلا نشتغل سوا يا جماعة. تعال أنا هبص عليهم خالص أهو. عندك لغة الآلة، طبعا دي مش أول حاجة خالص. عندك كتابة الكود بلغة البرمجة، يعني أنا هكتب الكود الأول، يبقى دي واحد. بعد كده إيه اللي هيحصل؟ انت بتجاوب، خد بالك، ترجمة بواسطة المترجم. كده احنا خلصنا 2. لسه عندنا كام حالة؟ ايه اللي هيحصل بعد كده؟ لغة الآلة، لان هو ترجم، هيترجم ايه؟ للغة الآلة. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ المعالج هيبدأ ينفذ الأوامر لأنه بقى معاه لغة الآلة، فده هتبقى 4. خامس حاجة والأخيرة هي ظهور النتيجة على الشاشة. ده احنا قلنا كام؟ 4، يبقى دي 5. هل انت جاوبت كده؟ لو انت جاوبت كده تبقى انت تنين مجنح. السؤال التاني بيقول لك علل لماذا لا يستطيع المعالج تنفيذ كلمة برنت مباشرة. جاوب، ها يلا. قلنا عشان ايه؟ قلنا المعالج الجميل مش بيفهم الا لغة الآلة اللي هي الصفر والواحد، اللي هي فيزياء اصلا، اللي هو الترانزستورز. فاكر انت الحاجات الجميلة دي؟ جاوبت. بس يلا نشوف اللي بعده، او تعالى نشوف الحل. هل احنا ممكن نكون حلنا غلط؟ قال لك يا باشا الاول ايه؟ كتابة الكود بلغة البرمجة، بعد كده ترجمنا بواسطة الكومبايلر او الانتربريتر، بعد كده حولنا الكود للغة الآلة اللي هي الصفر والواحد، بعد كده المعالج بدأ ينفذ الصفر والواحد، بعد كده ظهور النتيجة على الشاشة اللي هو الاوتبوت. حلو، يعني فاكر الادخال والمعالجة والمخرجات؟ طب تعرف هنا تطلع لي ايه الادخال وايه المعالجة والمخرجات؟ فكر سوا يلا، يا توقف الفيديو وتجاوب يا تجاوب حالا، انا مستني منك. تعالى يلا جاوب. اللي ادخل والله يا باشا انا كتبت لغه برمجه. حلو، يبدا بقى المعالجه والتنفيذ والحاجات الجميله دي اللي هم الكلام الجميل الثلاثه دول. ظهور النتيجه ده الاوتبوت يا باشا. صح؟ صح ولا غلط؟ صح يا باشمهندس. التعليل ان المعالج لا يفهم الا الاشارات الكهربائيه اللي هي الصفر والواحد. كلمه برنت كلمه مفهومه للبني ادمين مش مفهومه للكمبيوتر، فبياخد لو انت هتكتب كلمه برنت او بعد كده هتترجمها بتكتبها الاول بلغه البرمجه، كده بتتحول بواسطه الكومبايلر او الانتربريتر، بعد كده بتتحول لصفر وواحد، بعد كده المعالج بيبدا ينفذها، بعد كده بتظهر على الشاشه. ده طبعا انا بشرح لك الاكتر من كلمه، يعني بشرح لك اكتر عن كلمه برنت، فهمتني؟ المحور الثالث وخلاص بنخلص. تمام، مستويات لغات البرمجه ومجالات التخصص. ايه هي اللغات اللي قريبه للكمبيوتر، هو الكمبيوتر بيحبها، وايه اللغات اللي قريبه للبني ادمين اللي احنا بنحبها؟ احنا عندنا حاجتين، لغات منخفضه ولغات عاليه، اللو ليفل لانجوج والهاي ليفل لانجوج. يعني ايه يا باشمهندس؟ واحده واحده والامثله موجوده وهشرح لك كمان اكتر من دول. وركز معايا، كلمه لو ليفل لانجوج
دي حاجه قريبه للكمبيوتر، انما هاي ليفل لانجوج دي حاجه قريبه للبني ادمين. بكل بساطه انت عندك لغه الاله هي لو ليفل لانجوج. شبه ايه؟ شبه لغه اسمها اسمبلي، ده ان شاء الله تاخدها في حاسبات ومعلومات، لغه صعبه. الدنيا ماشيه وجميله ان شاء الله. الهاي ليفل لانجوج دي احنا اللي بنكتبها، وعلى فكره ده احنا برضو بنكتبها، يعني اللغات دي احنا اللي بنكتبها كبشر، بس هي قريبه. يعني ايه؟ الكمبيوتر بيحبها اكتر، وهفهمك بيحبها اكتر دي ازاي. هاي ليفل لانجوج اللي هي اللغات الحديثه شويه، زي السي، زي السي بلس بلس، زي الجافا، زي البايثون، زي اللغات بقى ايه، دارت، لو تسمع بقى عن اللغات الجميله دي كلها. هي اقرب للاله جدا، يعني الاله الماشين اللي هو الكمبيوتر بيحبها، قريبه ليها. انما اللغه دي قريبه لينا كبني ادمين اكتر، اللي هي الهاي ليفل لانجوج. السرعه، والله حد بيعرف يتكلم بنفس، يعني المترجم ده لو من البلد نفسها يعرف يتكلم بسرعه. وعشان كده عندك اللو ليفل لانجوج سريعه جدا، لان هي مش بتحتاج ترجمه كتير، هو خلاص مفهومه، فاهمني؟ الهاي ليفل لانجوج هي ابطا نسبيا وبتحتاج وقت للترجمه. ماشي. السهوله، والله دي صعبه على البني ادمين، يعني انت بتكون محتاج انك تعرف مكونات الجهاز اكتر، وهي بتكون صعبه بالنسبه لنا. طيب بالنسبه للهاي ليفل لانجوج، لا والله هي سهله القراءه والكتابه والتعلم. الاستخدام، احنا بنستخدم دي في ايه؟ في الحاجات اللي احنا بنبرمجها بايدينا اكتر، كهاردوير. شبه ايه؟ الغساله، الميكروويف، ريموت التكييف، الدرون، اللي هو حاجه انت بتبقى عايز انك سرعه رهيبه عشان تقدر ان الحاجه دي تشتغل بسرعه. الهاي ليفل لانجوج عندك تطبيقات الموبايل، المواقع، الالعاب، الحاجات بتاعت الذكاء الاصطناعي. عندك قاعده هنا مهمه قوي قوي قوي: كلما اقتربت من لغه الاله زادت السرعه وزادت الصعوبه بالنسبه للبني ادم، وكلما اقتربت من اللغه بتاعت البني ادمين زادت السهوله وقلت السرعه. عايز اتكلم بالعربي بشكل اكبر يعني. اتمنى والله، اتمنى، عشان انا ماسك نفسي في كلام كتير انجلش عايز اقوله، فبتوع اللغات هيتبسطوا معانا والله باذن الله. خلاص، يعتبر دي بقى الخريطه بتاعتنا لتعلم المجالات. بص، هو كل اللي فات ده حاجات كمبيوتر، وده برضه حاجات كمبيوتر، بس ده مجالات التخصص اللي ان شاء الله انت هتختار منها مجال عشان تشتغل فيه في المستقبل. اول حاجه عندنا الفرونت اند، دي واجهه الاماميه للمستخدم. هتقول لي يعني ايه يا باشمهندس؟ طبعا في ناس عارفه الكلام ده، في ناس لا، فانا عايز اشرح حرفيا اكنك مش عارف اي حاجه. شايف الويب سايت او شايف المنصه؟ شايف هتلاقي صورتي موجوده، وتحت كده في كاردات، عايز اقول كاردز يعني، تمام؟ الشكل، عارف الشكل اللي بره ده؟ ده الناس بتوع الفرونت اند هم اللي بيعملوه. وطبعا ده اي حاجه عينك بتشوفها في الموقع كالوان، خطوط، والحاجات دي كلها. عندك، مش عايز اقول دي لغه برمجه، دي اسمها لغه سكريبتنج، دي لغه البرمجه بس. دي من الاخر هقول يا عم لغات برمجه اللي بتشغل الويب سايت. عندك اتش تي ام ال، سي اس اس، جافا سكريبت. تقول لي مش فاهم اللي انت قلته في الاول ده، مش مهم يعني، هتعرفه بعدين. بس الناس اللي فاهمه ان اتش تي ام ال دي مش لغه برمجه، حاجه اسمها سكريبت لانجوج، يعني هي وسي اس اس مش لغه برمجه. عندك بقى الباك اند، هو اي حاجه بتشتغل في الخلفيه. فاكر لما قلت لك الداتابيز والباك اند والحاجات دي كلها؟ الداتابيز جوه الباك اند، اي عمليه ما بتشوفهاش، انت مش شايفها، اللي هو زي تسجيل الدخول. لما بتسجل دخول، البيانات دي بتتخزن في مكان عشان لما تيجي تسجل دخول مره تانية تبقى، يعني هم بيبقوا عارف البيانات بتاعتك دي منين، فدي بتتخزن في قواعد بيانات. من الاخر هي اللي بتحفظ البيانات. عارف البيانات بتاعتك اللي بتتحفظ عشان تسترجعها تاني بتكون محفوظه في الباك اند. الباك اند هو اللي بيعمل الحاجات دي كلها، تمام؟ فبكل بساطه انت عندك تشبيه بسيط. عندك الفرونت اند، هو رحت مطعم حلو، عارف بقى الصاله والترابيزه والمعالق والحاجات الجميله دي فرونت اند. عندك يا باشا الجرسون، اصلا ده اصلا مش فرونت اند. بص تعالى اشرحها لك بسيط. عندك مطعم، تعالى نشيل دي خالص، والله لا اشرحها لك، انا عناية ليك اصلا. اقول الوقت ما يطولش وما يطولش، لا يا باشا طول، يا باشا طول، المحاضره محاضرتنا والحاجات حاجاتنا، يا رب بس اعرف ارسم. عندك يا باشا دي ترابيزه حلو، عندك الجرسون او الويتر، عندك والله يا باشا مطعم، مش عارف اعمل المطعم ازاي، بس ده اعتبر ان هو مطعم وعليه كام حله وطبختين والتلاجة والحاجات الجميله دي. اول حاجه قاعدين على كرسي، نار اسود عليا في الرسم، انا ضايع خالص. قاعد على الكرسي يا باشا، قاعد مع صاحبك عشان انت محترم ما بتقعدش مع بنات. جالك والله الويتر قال لك يا باشا انت عايز ايه، اخد منك الطلب، راح للمطعم. انت كده عندك 3 حاجات. اول حاجه المطعم والديكور والحاجات الجميله دي حاجه اسمها فرونت اند، حلو. عندك والله العمليات بقى والحاجات اللي بتحصل والطبخه والشيف ضرب الناس الشيفات التانية والدنيا زي الفل، ده اسمها باك اند. طيب اللي في النص الجميل ده اسمه اي بي اي. يعني ايه بي اي؟
اختصار لحاجه اسمها ابلكيشن بروجرامنج انترفيس. هتقول لي مش فاهم يا باشمهندس، اقول لك مش مهم خالص، عشان الحته دي انا عايزك تفهمها مش اكتر. والله الراجل الجميل ده هو اللي بيشوف منك انت عايز ايه، بيرجع للمطعم، المطعم بيرجعه تاني وبيرجع لك انت الحاجه. من الاخر هو وسيط بينكم انتوا الاثنين، ده حاجه اسمها اي بي اي. يبقى الفرونت اند هو الحاجه اللي قدامك، الديكور والحاجات الجميله اللذيذه. عندك الباك اند طبعا الناس بتخبط في بعضها وبتموت في بعضها والدنيا زي الفل في المطبخ، طبعا انت مش شايفه، ده اسمه الباك اند، واللي بيوصلكم ببعض اسمه الاي بي اي. الاي بي اي ده اصلا بيكون من شغله الباك اند اصلا. فانت طبعا كفرونت بتستخدم الاي بي اي ده عشان تعرض البيانات عندك على الويب سايت وهكذا. خلصنا من الحته دي. على فكره اشرحها باكتر من فيديو وعلى تيك توك، ممكن تبقى تبص عليها واشرحها لك تاني بشكل اكبر. خلينا متفقين يعني. بص انا بقعد اعيد تاني بقى، فالدنيا ايه لذيذه جدا. ندخل على تطبيقات الموبايل، اكتر حاجه بحبها في الدنيا. عايز تدخل تبقى موبايل ابلكيشن ديفلوبر، تعمل ابلكيشن زي فيسبوك، اوبر، طلبات، عندك والله يا تختار مسار من ده يا مسار من ده. ايه المسار ده؟ هو المسار النيتف. لما تسمع كلمه نيتف دي تسمعها اكتر، مثلا يقول لك الراجل ده بيتكلم نيتف، هتقول له يعني ايه؟ يعني بيتكلم اللغه الام. يعني انا النيتف بتاعي العربي، انا بتكلم عربي، ده النيتف. فدي لغه الجهاز الاصليه، لغه التطبيقات الاصليه. فانت بتعرف انك توصل لمكونات الجهاز بكل سهوله عن طريق حاجه اسمها النيتف. بس للاسف النيتف ده فيه شويه مشاكل صغيره، وكروس بلاتفورم برضو فيه شويه مشاكل. يعني انت عشان ايه؟ انا على فكره كروس بلاتفورم بالمناسبه، يعني عشان الناس ما تفكرش ده احسن وده مش احسن. الفكره نفسها في ايه؟ النيتف الشخص ده بيعمل ابلكيشن يا اندرويد يا اي او اس بس، يعني كود يكتبه للاندرويد يجي في كود تاني بلغه تانيه يكتبه الاي او اس. فانت محتاج تبقى عارف مثلا لغتين برمجه واثنين فريم ورك عشان تقدر انك تعمل موبايل ابلكيشن. عندك والله يا تتعلم لغه اسمها كوتلين او جافا للاندرويد، طبعا كلنا شغالين بكوتلين دلوقتي، يا تتعلم سويفت للايفون. فانت لازم تبقى عارف دي وعارف دي. طيب هيجي بقى هنا على حاجه الجميله بتاعتنا، هي الكروس بلاتفورم، متعدده المنصات بكود واحد. كتبت كود تقدر بقى تشغله على اندرويد واي او اس وديسكتوب وويب، تبقى الدنيا زي الفل. يعني انا دلوقتي بستخدم فلاتر، في ناس تانية بتستخدم رياكت نيتف، استخدمت الرياكت نيتف. والله فلاتر ده انا بقدر ان انا اطلع منه ابلكيشن اندرويد، اي او اس، ديسكتوب، ويب، سمارت ووتش، وهي ماشيه وربنا بيكرم. فكده احنا فهمنا ان الكروس بلاتفورم تقدر ان هو يشتغل اندرويد واي او اس معا، بتوفر وقت وتكلفه. ده بشكل مرعب. ليه؟ لان انت لو جبت شخص قلت له والله اعمل لي ابلكيشن اندرويد بتستخدم نيتف وعايز مع اي او اس، هياخد نفس الوقت اللي عمله هنا هيعمله هنا. افرض مثلا عايز يعدل على حاجه، وقتها لما يجي يعدل ايه اللي هيحصل؟ هيعدل في النيتف في سويفت، في سويفت في ايفون، وهيعدل برضه في اندرويد في كوتلين. فهو كده وفر وقت، ما وفرش وقت وفي تكلفه اكتر لانه بياخد مرتب والدنيا زي الفل. انما لما تيجي على فلاتر والله هيعدل في نفس السطر الكود، هيروح مسمع في كله وهيشتغل معاك والدنيا زي الفل. وعشان كده ده الفرق ما بين النيتف والكروس بلاتفورم في الموبايل. مش قلت لك انا اشرح لك كل حاجه بضمير؟ معظم الشركات اليوم بتتجه للكروس بلاتفورم، لان على فكره دي كانت حاجات قديمه تمام ولسه شغاله دلوقتي، والشركات والدنيا شغاله بها وكل حاجه. بيشتغلوا ليه بكروس بلاتفورم؟ جاوبنا. عشان والله بتغطي كل البلاتفورمز، وبتغطي يعني بتوصل لعدد من المستخدمين باقل تكلفه. تيجي بقى هنا ايه سريعا كده، هتقول لي سريعا انا مش مهندس. واحده عشان اصلا كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل. يعني مثلا المره دي انا اتكلمت لك عن الويب والموبايل شويه، هاجي امسك لك بقى بعد كده هغسل لك الويب وبعد كده هغسل لك الموبايل. خريطه التخصصات عندك والله يا باشا، عندك حاجه زي برمجه الالعاب، عايز تبقى يا باشا جيم ديفلوبر كده والدنيا زي الفل، تتعلم والله حاجه اسمها يونيتي تقدر انك تعملها. عندك برضو سي شارب او سي بلس بلس هي اللي بتعمل الالعاب. عندك الانظمه المدمجه زي الامبيدد سيستم، يعني والله لو انت عايز تعمل شريحه، الشريحه دي عايز مثلا تشغل اللمبه اللي في البيت، عايز تخلي البيت سمارت هوم، عايز توصلها بالواي فاي، عايز والله تعمل لي عربيه او تصنع روبوت، وقتها لازم تذاكر امبيدد سيستم عشان ده بيكون هو اكتر حاجه مستخدمه. وتاني حاجه بيكون معاه يعني تتعلم لغه برمجه بقى زي سي بلس بلس او اسمبلي، لغه رخمه هتتعلمها في الجامعه الله معك. بس لا والله العظيم كله تمام ماشي. عندك بقى والله مجالات اخرى بقى زي الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، السايبر سيكيورتي، ده هنبقى نتكلم عنه واحده واحده كده. اول واخر حاجه، ودي نصيحه نصحتها لك من المره اللي فاتت، قلت لك ما تختارش التخصص بتاعك الوقتي،
تخصص في مجال البرمجه ما تفكرش فيه الا لما تتاسس صح. بعد ما تتاسس صح بتمسك حاجه حاجه تقعد تذاكر عنها شويه، وفي الاخر بتختار التخصص بتاعك، والموضوع ده بياخد سنه سنتين ويمكن اكتر. طيب هنيجي بقى سؤال، والله انا عايز ادخل اتعلم برمجه والدنيا زي الفل، قلت لك والله انا ما عنديش اي مشكله خالص ان انت تستخدم الموبايل بتاعك، مش هتحتاج لابتوب، الاكواد بتاعتنا كلها انت هتكتبها على المنصه، واهم من كل ده والله ان اللي انا قلته لك تكتبه بايدك. ده الاهم، كتبت بايدك، فهمنا قلنا ايه النظام الثنائي، هو النظام الباينري، تبقى فاهم الحاجات دي كلها. والكلام الانجليش ده بعد اذن حضرتك ما تضيعوش، تقول لي يا عم ده بيقول انجليش ده اللغات، والله ما حصل، ده ليك انت، هتمتحن فيه هتلاقي كلام كتير انجليش مش هتبقى فاهم اي حاجه. اللي انا بقوله لك هو اللي ان شاء الله هيجي. عامه ده سؤال صغير بيقول لك ايه المفروض نطبق ده، طالما نطبقه مع بعض واحده واحده. بقول لك ايه، برمجه لوحه تحكم غسالات الاوتوماتيك، قلناها ايه هي ايه؟ امبيدد سيستم، دي واحد. طيب عندنا تصميم شكل صفحات تسجيل الدخول والوانها، كانت ايه هنا؟ ركز معايا ركز معايا، انت هتعرف. جاوبت، شكرا، صح، برافو عليك. تالت حاجه حفظ بيانات المستخدم في قاعده البيانات والتحقق من كلمه السر، جاوب عليها، شاطر، الله ينور عليك، هي الباك اند. تيجي على رابع حاجه، بناء تطبيق يعمل للاندرويد والايفون بكود واحد، هو الموبايل ديفلوبمنت. كروس بلاتفورم، برمجه حرج الخصوم، انك بتحرك الخصوم يمين وشمال 3 دي، هي الجيم ديفلوبمنت. برافو عليك يا باشمهندس، الله ينور عليك، انا بحبك يا ابني والله. ودي الاجابات يا باشا، والدنيا بسيطه. وقال لك يا باشا هنا ملاحظه جميله جدا، قال لك والله انك ممكن في مشروع واحد تستخدم كل الحاجات الجميله دي. انا بعمل مثلا سمارت هوم، والسمارت هوم ده بيت ذكي، حلو، والبيت الذكي ده انا عايز اتحكم فيه من عن طريق الابلكيشن، وعايز اعمل له ويب سايت، يبقى والله تستخدم فيه الموبايل ابلكيشن، برمجه الموبايل ابلكيشن، والامبيدد سيستم، والباك اند، والفرونت اند، والسايبر سيكيورتي، وعايز استخدم فيه ذكاء اصطناعي، يبقى استخدم ذكاء اصطناعي. فممكن سوفت وير واحد تعمل فيه كل الكلام ده كله. هل تقدر لوحدك؟ تقدر. تحتاج تيم؟ ممكن تحتاج تيم، ممكن تعمل كل حاجه لوحدك. الحمد لله الفتره دي اي حاجه انا بعملها انا اللي بروح اعملها، والدنيا بسيطه والشباب شغالين ومفيش اي مشاكل خالص. ليه؟ عشان انا فاهم برمجه، مش حافظ كود، مش حافظ لغه دي ولا لغه دي ولا لغه دي، اي لغه بروح اتعلمها في يومين ثلاثه وخلصت. ليه؟ عشان انا فاهم كونسبت البرمجه. فده الفرق ما بين البرمجه ولغه البرمجه. صح يا باشمهندس؟ صح. طيب يا باشا المحاضره بتاعتنا خلصت الحمد لله وشكرا، وانا مبسوط منك. بس استنى، انت ماشي ليه؟ ركز معايا، عايزين نراجع بسرعه 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 عشان اقول لك برضو المحاضره الجايه هنعمل فيها ايه. اول حاجه المحور الاول عندنا قلنا البرمجه والتفكير المنطقي. قلنا تاني حاجه الادوات بتاعتنا، الادوات بتاعتنا اللي هي لغات البرمجه اللي هننفذ بها التفكير اللي عندنا. قلنا الاهداف البرمجه الاربعه. صح يا باشمهندس؟ صح. قلنا في المحور الثاني عندنا لغه الاله اللي هي الصفر والواحد، والكهرباء والترانزستور. فاكر الكلام ده يا باشمهندس لما قلت لك والله ان لو اون تبقى بواحد ولو اوف تبقى بصفر؟ قلت لك الترانزستور ده هو اللي جوه السي بي يو. فاكر يا باشمهندس؟ وفاكر يا باشمهندس ان احنا عندنا حاجه اسمها سينتاكس ايرور اللي هو الاخطاء الاملائيه، وعندنا برضو في قواعد صارمه ان ما ينفعش ان انا اكتب حاجه او اكتب رمز مش موجود في لغه البرمجه دي اصلا. وعندنا قلنا يا باشا المترجم عندنا كومبايلر وانتربريتر. صح يا باشمهندس؟ وان هو بيحوله لكود الاله. طيب عندنا ثالث حاجه والمحور الاخير، كلما اقتربت من لغه الاله زادت صعوبتها بالنسبه لك انت، وكلما ابتعدت عن لغه الاله زادت سهولتها بالنسبه لك انت. حلو. وتكلمنا عن التخصصات زي الويب والموبايل والالعاب والانظمه المدمجه. يمكن اتكلمنا عن دول وما اتكلمناش عن الباقيين عشان قلت لك همسك لك كل مره كل محاضره جزء نتكلم فيه باستفاضه، وبعد كده همسك لك بقى مجال اتكلم لك فيه اللي هو انا بحل بقك، فاهمني؟ طيب المحاضره بقى الجايه هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم بقى عن الاعداد العشريه والثنائي. انا حضرتها وخلصتها، لقيتها محاضره كبيره جدا، قمت راح مقسمها لك لمحاضرتين وهينزلوا في نفس الاسبوع باذن الله، عشان انا مش عايزك اللي هو كل ده محاضره انا مش فاهم حاجه يا باشا، احنا اصلا جايين نلعب. حلو. فبالنسبه لي دلوقتي انت عندك ان شاء الله في المحاضره الجايه هتتقسم لحاجتين، وهنقسم لك الدنيا وهنقسم لك المجهود باذن الله. هتلاقي الكويز على المنصه، الكويز بتاع ده هتلاقيه برده على المنصه، كل حاجه حرفيا خلصانه من بدري. الخطوه الجايه بتاعتك انك والله تسجل بعد اذنك على المنصه، الكيو ار كود موجود، الدنيا بسيطة، الدنيا مجانية، مش محتاج منك أي حاجة. هتسجل حساب، هتفتح المحاضرة الثالثة عندك، والله المحاضرة الأولى والثانية موجودين وبالكويزات بتاعتهم بعد إذنك حلهم. المحاضرة الأولى لأ لأن كنا بندردش. طيب هتحل الكويز، حليت الكويز مش محتاج منك أي حاجة. المنصة اسمها منصة أيمن أبو العلا، تدخل عليها الدنيا بسيطة، وممكن تاخد الكيو ار كود والدنيا بسيطة. نظام الكويزات شرحناه قبل كده، مش عايزين إن احنا نقعد نتكلم عنه كتير،
وفي امتحان في الاخر خالص بعد ما نخلص الكورس كله خلاص شرحناه. شكرا ليكم. لو حد محتاج اي سؤال يقدر ان هو يكلمنا. كان معاكم الباشمهندس ايمن ابو العلا، بحبكم في الله.